بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة للسيد رئيس الجمهورية والحكومة السودانية. أنا الواثق من العلم بشرى. بتكلم اليوم مش كإعلامي، بتكلم كمواطن سوداني كفلغ الحوار الوطني الأخير حق الديمقراطية في الحديث بصراحة. رسالة موجهة مني، وعمر الرسالة 26 سنة من الانتظار والأمل، ولا شيء غير خيبة الأمل. 26 سنة تحكي عن رداءة العناية الطبية وهجرة العشرات بل الآلاف من الأطباء السودانيين والخبرات السودانية. 26 سنة وتدهور كبير في التعليم وتدهور في المدارس السودانية. 26 سنة صبر فيها الشعب السوداني صبر طويل جدا، وده كان لأنه كان يسمع عبارة وهو شعب مؤمن إنها دي ابتلاءات. ده اللي صبر الشعب السوداني طوال السنوات. 26 سنة حدث فيها أكبر انقسام في تاريخ السودان، انقسام جنوب السودان، وفي نفس الوقت حلايب وشلاتين والفشلة وبيي تعتبر قنبلة موقوتة. 26 سنة للأسف انتهى فيها القطن والصمغ العربي والماشية اللي كانت بتدل على السودان خيرات وعملة صعبة. 26 سنة وآخر هدية تقدم للشعب السوداني تجاه صبره كان رفع الدعم عن المحروقات والأغذية والدواء. الشعب السوداني يقدم خيرة شباب شهداء، ولما نقول شهداء ما بقصد شهداء الجنوب أو غيره، أنا بقصد شهداء الجامعات، شهداء من الشباب اللي يحاولوا يعبروا عن آرائهم بكل صراحة. 26 دقيقة تختلف من 26 سنة، لأنه في 26 دقيقة الشباب اللي كنا بنقول ما مسؤول عمل أكبر هاشتاج، أكثر انتشار، حقق أكثر انتشار، الهاشتاج اللي وصل كل العالم، الهاشتاج اللي انتشر في كل العالم أكثر للأسف من علاقاتنا الدبلوماسية. مبروك لكل شبابنا السوداني اللي وصل صوته لكل العالم. أعيدوا الدعم للدواء. الحكومة السودانية هذا ترجي الشعب السوداني. الشعب السوداني اللي وراكم شبابه إنه ممكن يعمل الكثير، إحنا ما طالبين المستحيل. خلوا خبرائنا الاقتصاديين المنتشرين في كل العالم اسمعوهم، ربما يكون في حلول أخرى غير رفع الدعم عن الدواء. أعيدوا الدعم للدواء.